النهاردة هكلمكم عن بيت قديم جدا في اسكندرية. كتير مننا بيعدي عليه وما يعرفش انه بيت اثري له تاريخ كبير. اللوكاندا الحمراء مكان شاهد على تاريخ طويل بقاله اكتر من 150 سنة. مكانها في منطقة الماكس غرب اسكندرية، ولما نقول الماكس يعني البحر والصيادين والسمك والفنار واحلى ريحة يود مش موجودة في اي مكان تاني، واتكلم عنها شعراء كتير منهم احمد شوقي. نرجع بقى للوكاندا الحمراء اللي اتبنت في القرن ال19 تقريبا. بناها رجل الأعمال اليوناني كوستا، واستعان بشركة هندسية يونانية علشان تصممها بطريقة معينة تخليها تستحمل عوامل الجو بتاعة المنطقة، خصوصا إنها على البحر مباشرة. اتبنت على الطراز الإسلامي واليوناني بلونها الأحمر المميز، وده اللي خلاها بارزة بشكل واضح بين المباني اللي موجودة في الماكس، وعشان كده اتسمت باللوكاندا الحمراء. مكونة من 4 أدوار، والخشب اللي استخدموه في البلكونات وسور السلالم اختاروه بعناية ودقة. كان من خشب السفن المستورد علشان يستحمل الرطوبة وملوحة البحر. كمان فيها 3 كباين ملكية وسرداب علشان يحمي السكان من القراصنة زمان، وفيها خندق كانوا بيستخدموه كملجأ وقت الهجمات. اللوكاندا اتبنت مخصوص علشان تستضيف الجاليات والزوار الأجانب اللي كانوا بيجوا اسكندرية، وكان بيجيلها ملوك وأمراء، خصوصا في عهد الملك فؤاد والملك فاروق. كانت مشهورة بالحفلات والسهرات اللي بتجمع الجاليات الأجنبية زي اليونانيين والطلاينة والإنجليز. وبعد الخواجة كوستا جه ابنه ديمتري هو اللي مسك إدارة اللوكاندا. ولما الجاليات الأجنبية مشت في الخمسينات اتحولت اللوكاندا لسكن للأهالي، ورغم كده لسه محتفظة بكتير من ملامحها التاريخية القديمة. ديمتري ساب مصر بعد ما سلم كل الورق الرسمي بتاع اللوكاندا، وكان دايما فخور بتاريخها لدرجة ان الشط اللي حواليها اتسمى بشاطئ ديمتري تكريما له. كمان اللوكاندا الحمراء لها تاريخ كبير في السينما والدراما المصرية، اتصور فيها افلام كتير زي فيلم رصيف نمرة 5 للفنان فريد شوقي، وفيلم المشاغب سنة 1965 اللي جمع بين فريد شوقي ومحمود المليجي. كمان ظهرت في فيلم اسماعيل ياسين في الأسطول، اتسمت ببيت العصابة بعد استخدامها كموقع تصوير لمشاهد العصابات في بعض الأفلام. واستخدموا سطح اللوكاندا في تصوير مسلسل الهروب إلى السجن سنة 1987، وكل ده خلى للمبنى قيمة ثقافية تانية خالص. اللوكاندا الحمراء مش مجرد مبنى، دي حكاية من حكايات اسكندرية الجميلة اللي تستاهل تتحكى وتتسمع وتتشاف. وللأسف المبنى ده مهدد بالهدم بالرغم إنه تراث. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وفولو.